يشتكي بعض الناس اليوم من وساوس تأتيه في صدره، رجلا كان أو امرأة، وهذه الوساوس تتحرك في صدره وتشغل باله وتعمل عملا يعني شديدا عليه، ويجد من الضيق والحرج والأذى الشيء الكثير، وهو يدري أنها وساوس من الشيطان، ولكنه لا يدري كيف يصرفها أو كيف ينجو منها. وقد تصل هذه الوساوس إلى الشك والعياذ بالله سبحانه وتعالى، أو أن الإنسان يقول أخشى أن أتلفظ بكلمات أعلم يقينا أنني أكفر بها. وقد جاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقريب منه، لكن لم يصرحوا به، وإنما قالوا يا رسول الله إن أحدنا يعني يجد كلاما في نفسه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. أي مقاومة هذه الوساوس، الضيق من هذه الوساوس، عدم يعني محبة ذكرها بل كراهية ذكرها، هذا صريح الإيمان. وأيضا جاء في حديث آخر أن الله تبارك رد كيد الشيطان إلى هذا، يعني هذا يدل أيضا على أن الشيطان ضعف عنك أيها الإنسان، بحيث أنه حاول أن يصرف هذا الإنسان إلى الزنا، إلى السرقة، إلى شرب الخمر، إلى عقوق الوالدين، إلى قطع الأرحام، إلى الشرك، إلى من المعاصي التي يدعو إليها الشيطان. فلما عجز عن ذلك كله وصل إلى الوساوس التي هي لنقل السلاح الأخير الذي عند الشيطان، فرد الله كيده إلى هذه. وهذا يحدث لمن انتقل من عدم الاستقامة إلى الاستقامة. أنا لا أقول كثيرون، لكن هناك من هو كذلك، إذا انتقل من عدم الاستقامة إلى الاستقامة بدأ يلتزم بالصلاة، بدأ يلتزم بالدروس، بدأ يلتزم بالحجاب، امرأة بدأ يعني يلتزم ببر الوالدين، أي طاعة، بدأ يترك بعض المعاصي التي كان عليها، تكثر عليه الوساوس. هذا معناه أن الشيطان الآن يضع ثقله كله على هذا الإنسان حتى يحرفه عما هو فيه، فيرى أنه ما جاءه الضيق ولا جاءه العنت ولا جاءه التعب إلا بعد أن التزم، فيترك الالتزام. لكن كل الذي نحتاجه أن نصبر قليلا، أن نتحمل قليلا، حتى يصل الشيطان إلى اليأس منا وينتقل إلى فريسة أخرى.